بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هاخدكم في جولة إلى حد ما هنقدر نلم فيها إن شاء الله تاريخ الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة تحتاج لفيديو ساعات عشان نقدر نجمع فيه الحضارة المصرية القديمة. هنقول بشكل هايلايت سريع عن التاريخ الحضارة المصرية القديمة وأقوى العصور اللي فيها وأقوى الملوك، وإن شاء الله نقدر نلم الموضوع. آه، الحضارة المصرية القديمة بتقوم على الأسرات، بمعنى إن منيتون السمنودي وهو مصري عاش في التاريخ البطلمي. قام بتأسيس وتقسيم الحضارة المصرية القديمة على عصور وعلى أسرات، بمعنى إن مصر كانت عبارة عن 30 أسرة في تقسيمه. بإضافة ممكن نضيف الأسرة 31 اللي هي كانت الأسرة الفارسية، وبعدها كده دخل الإسكندر الأكبر، وممكن نضيف ليها احنا تانيين برضك أسرة صفر. الأسرة صفر، نبتدي على طول. الأسرة صفر دي اللي هي الأسر أو الملوك اللي هي كانت قبل عصر الأسرات. الأسرة صفر اللي احنا ممكن نعرف فيها ملك واحد بس، اللي هو الملك العقرب. ملك جاهد وكافح وحاول إن هو يعمل توحيد ما بين مملكة الشمال والجنوب. ما قدرش يعمل الموضوع ده. بدأنا على طول ونخش في العصر العتيق. العصر العتيق ده اللي هو فيه الأسرة الأولى والأسرة التانية. الأسرة الأولى اللي هي طبعا مؤسسة الملك مينا موحد القطرين زي ما احنا بنقول، أو هو الاسم الأصح ليه ملك نعرمر. الملك نعرمر طبعا كمل من ورا الناس اللي بدأت قبليه زي الملك العقرب، واستكمل النضال وقدر ان هو يعمل توحيد ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، مصر العليا ومصر السفلى. مصر العليا هنا نقصد بيها جنوب مصر، ومصر السفلى اللي هي شمال مصر. ليه بنقول على مصر العليا جنوب مصر؟ لان احنا بناخدها عن طريق النيل. النيل بينزل او بيطلع من الجنوب، بدايته من الجنوب لحد ما بيطلع لقدام بينزل، فبينزل على مصر السفلى اللي هي مصر الشمالية، دلتا ووجه بحري، لحد فرعين دمياط ورشيد. نكمل. المهم احنا الأسرة الأولى من أهم وأقوى ملوكها طبعا بداية ملك نعرمر مؤسسها، ومن بعديه أحفاده. ممكن ناخد فيها برضك إن كان في أول ملكة في التاريخ تحكم، وهي الملكة ميريت نيت. الملكة ميريت نيت دي كانت زوجة ملك وبنت ملك وأم الملك. فطبعا ده حاجة صعبة جدا تلاقيها في أي مكان، والموضوع ده من أكتر من 5000 سنة. هنقول إن الأسرة دي حكمت مصر لما يقرب من 400 سنة. هنخش بعد كده في الأسرة، سوري، احنا العصر العتيق كله حكم فيما يقرب من 400 سنة، اللي هي الأسرة الأولى والأسرة التانية. الأسرة التانية هنعدي عليها كده، ما فيهاش حكام معروفين كتير، بس كان مشهورة إن في فترة الأسرة التانية كان في منازعات وكان في مشاكل ما بين المقاطعات الجنوبية والمقاطعات الشمالية، إن كل شخص أو كل مقاطعة كانت عايزة تكون إن الإله بتاعها اللي هو المعبودها هو المسيطر، وهو اللي تكون ليه الكلمة العليا في العصر ده. جاء ملوك احتكموا لمصر العليا، وجاء ملوك احتكموا ومالوا لمصر السفلى. الموضوع ما كانش فيه مساواة ما بين الطرفين، وبقى فيه ميل للفريق ده وميل للفريق ده، لحد ما جه أهم ملوك الأسرة دي اللي حاول مرة تانية ونجح إن هو يوحد مصر ويوحد كلمتها مرة تانية، اللي هو الملك خع سخموي. خع سخموي وحد كلمة مصر مرة تانية، ووحد الآلهة المصرية، وجعل إن هما ميبقاش فيه غلبة معبود على معبود. ده كده عصر العصر العتيق للدولة الحضارة المصرية القديمة. هنخش بعد كده على العصر القديم. العصر القديم ده بيضم الأسرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. الأسرة الثالثة طبعا مؤسسها الملك زوسر. الملك زوسر هو من أعظم ملوك هذه الأسرة.
الملك زوسر هو صاحب أول هرم، وهو الهرم المدرج، اللي هو بناهوله المهندس العبقري والطبيب العبقري إمحوتب، اللي هو ليه دلوقتي هتلاقي فيه متحف موجود ليه بالجيزة. هنخش بعد كده إن العصر بتاع الدولة القديمة اللي هو بيتقال عليه عصر بناية الأهرام. زي ما قلنا أول هرم اتبنى في العصر ده هو هرم الملك زوسر المدرج، ده اللي هو بسقارة. ده كان في الأسرة الثالثة. الأسرة الرابعة هنخش عليها. الأسرة الرابعة مؤسسها الملك سنفرو. الملك سنفرو استلم الحكم من بعد الملك حوني اللي هو كان آخر ملوك الأسرة الثالثة، وقام باستكمال الهرم اللي هو بناه الملك، وهو الملك هو الهرم ميدوم. وبعد كده بنى هرم تاني هو هرم الأحمر، وهرم تالت هو المنحني. 3 أهرامات: هرم ميدوم، وهرم الأحمر، وهرم المنحني. من بعد الملك سنفرو جاء ابنه الملك خوفو، طبعا صاحب أكبر هرم اتبنى في التاريخ. هو العجيبة الوحيدة اللي موجودة في العالم، العجيبة من عجائب الدنيا السبعة الوحيدة اللي موجودة حتى الآن، هرم خوفو. من بعده جاء الملك خفرع وبنى الهرم التاني. ومن بعده مش الملك منكورع، لا، كان في ملك رابع بعديهم، تالت سوري في الترتيب يعني، الملك اسمه جيدفرع، وكان ليه برضه هرم، بس الهرم بتاعه تقريبا تهدم بالكامل. جاء من بعده الملك منكورع وبنى الهرم التالت اللي احنا عارفينه. وده طبعا أعظم أسرة بنات أهرام جت في تاريخ مصر القديمة. بعد كده هنخش في الأسرة الخامسة. الأسرة الخامسة اللي هي مؤسسة الملك أسر كاف. الملكة دي الأسرة دي كان أشهر حاجة اشتهروا بيها هي متون الأهرام، أو كتابات الأهرام، كتابات الموتى. يعني هما كانوا بيبنوا أهرامات، بس أهراماتهم أغلبها هتلاقيها أهرامات صغيرة، أغلبها حتى اللي هي موجودة متبقي منها دلوقتي اللي هي أهرامات متهدمة، شكلها أكنها زي التلال، مش زي أهرامات الأسرة الثالثة بتاعت الملك زوسر، أو أهرامات الأسرة بنوت الأهرام الأسرة الرابعة. المهم فاشتهرت بيها متون الأهرام. تخش جوه أي هرم هتلاقي كمية كتابات عن الكتاب الموتى والبعث والجنة والنار، وكل شيء ليه علاقة بالبعث والخلود للقدماء المصريين. من أشهر الملوك زي ما قلنا المؤسس أسر كاف، ومن أشهرهم وأقواهم الملك نصر رع. الملك والملك سحر. الملك سحر ليه هرم مميز، تدخله كده على يمين واليسار بتاعه هتلاقي فيه عمودين، والهرم ذات نفسه عبارة عن كومة كبيرة كده من الرمال، بس بيميزوا على البوابتين، في على اليمين عمود وعلى الشمال عمود، مخليهم شكل مميز كتير عن بقية الأهرامات التانية. بعد كده هنخش في الأسرة الستة. الأسرة الستة اللي هي مؤسسها الملك تيتي. الملك تيتي ده كان المؤسس، وبعد فترة تم اغتياله عن طريق الحراس بتوعه. وجاء من بعد الملك تيتي الملك ابنه بيبي الأول. الملك بيبي الأول من أقوى الملوك اللي حكموا الأسرة الستة، وعصره كان عصر ازدهار. جاء من بعده الملك ابنه مارين رع، مطولش في الحكم كتير، لحد ما نوصل للملك اللي عاش إلى ما يقرب من 100 سنة، وكان حكمه لمصر 90 سنة، اللي هو الملك بيبي الثاني. مفيش حد طبعا لمدة الحكم ال90 سنة دي هيكون ال90 سنة حكمه كويس جدا، أو ال90 سنة حكمه سيء جدا. الراجل طبعا بدأ في أول سنين حكمه اللي هي العشرات الأولانية من سنين حكمه كان حكمه مميز، وكان حكم قوي، لحد ما جاء الراجل غصب عنه طبعا في شيخوخة، والراجل وصل لسن ما يقرب من 100 سنة. الراجل حكم 90 سنة، لحد كان قراراته سيئة جدا، قامت عليه ثورة، وفي الآخر الملك اتعزل أو اتقتل، مش عارفين بالظبط، واتشال. فجاء من بعده
ملكين. الملك ميرين رع التاني ما طولش في الحكم، والملكة نيت إكرت أو نيتو كريس هي بنت الملك، وبرضك ما طولتش في الحكم كتير. بعد كده بنسدل الستار خلاص كده عن العصر الدولة القديمة، وهنخش من بعد كده في العصر الإضمحلال الأول أو عصر الانتقال الأول، اللي هو هيضم الأسرة السبعة والثامنة والتاسعة والعشرة. مفيش كلام كتير ممكن نقوله عن عصر الإضمحلال الأول وأسراته، إلا إننا مفيش يعني هو باسمه إضمحلال. إضمحلال لأن مصر اتدهورت، وحصل تفكك تاني للقطاعات المصرية والشمال والجنوب، ومصر أصبحت دولة مفككة، كل واحد اخد جزء وبيحكمه. مصر ما بقتش موحدة زي الأول، والموضوع دوت طول شوية، أكتر من 100 سنة، لحد ما جاء الأسرة الطيبية، اللي هي أسرة اللي من طيبة، الأسرة ال11. وهنا هنبتدي العصر الدولة الوسطى. الأسرة ال11 سعت إن هي تقوم باسترجاع تاني وتوحيد مصر مرة تانية. أولا إن العصر الدولة الوسطى بينقسم لثلاث أسرات: الأسرة ال11 وال12 وال13. الأسرة ال11 بدايتها من الملوك الطيبيين اللي هم من طيبة، اللي هي الأقصر حاليا. سعوا اللي هم بيحاولوا مرة تانية عايزين نوحد مصر زي أيام نعرمر وأيام الدولة القديمة وإلى ما ذلك. بدايتها كان أول ملك فيها اللي هو الملك منتو حتب الأول، ومن بعده جاء الملوك الأناتفة. كان ثلاث ملوك أناتفة اللي هم اسمهم كده: أنت في الأول، وأنت في الثاني، وأنت في الثالث. نيجي بقى عند أهم واحد من بعدهم، الملك منتو حتب الثاني، اللي هو مجدد مصر مرة أخرى، هو اللي عمل على توحيد مصر. احنا كده هنقول إن منتو حتب الثاني مكافئ للملك مينا موحد القطرين، هو اللي قام بتوحيد مصر بعد فترة اضمحلال كبيرة جدا، وبعد فترة تفكك مصر. يبقى كده منتو حتب الثاني هو موحد مصر المرة الثانية. من بعده جاء ابنه الملك منتحتب الثاني، وقام باستكمال جهود الملك منتحتب الثاني، وكان بيحاول يقوم على استقلال البلاد، ويحاول على ان مصر تقوم تاني، وتقوم ليها قومة تانية، وتبقى زي العصور الزاهية القديمة. ومن بعده جاء الملك منتحتب الرابع. منتحتب الرابع كان من أحد قواده قائد الجيش بتاعه اسمه أمن محات الأول. ابن محات الأول قام بعزل الملك منتحتب الرابع، وكون الأسرة اللي بعده اللي هي الأسرة ال 12. أنا بعتبر إن الأسرة ال 12 دي من أقوى الأسرات في تاريخ الحضارة المصرية القديمة. الأسرة ال 12 اللي هي الخاصة بمؤسسة أمن محات الأول. قام ابن محات الثالث بتكوين أسرة قوية جدا. مصر كانت في عصرها الذهبي في الأسرة دي، وفي العصر الدولة الوسطى. ابن محات الثاني قام بتقوية الجيش أقوى وأقوى، وقام بالسيطرة على كل مفاصل الدولة. كان في بعض الحكام الأقاليم بيبقى حاسين اللي هم ليهم الكلمة العليا بعد منتحتب الرابع. ابن محات لغى الكلام ده كله، ولغى إن يكون كل أمر بيجي من المركزية، مش سلطة حكام الأقاليم. المهم أمن محاتي الأول حصل وتم اغتياله. سنوسرت الأول ابنه كمل من بعديه، وقام بتطهير البلد من الخونة اللي هم قاموا باغتيال أبوه أمن محاتي الأول. سنوسرت الأول ده بداية العصر النهضة الحقيقية في الأسرة دي. ومن بعده كمل أمن محاتي التاني، ومن بعده سنوسرت التاني. نيجي بقى لأهم اتنين في الأسرة دي: سنوسرت التالت، بعد كده اللي هيجي ذكره بعديه سنوسرت التالت، أو بيتقال عليه سيزوستريس، اللي هو صاحب قناة سيزوستريت المشهورة. قناة سيزوستريس اللي قام بإنشائها وشقها الملك سنوسرت التالت أول قناة مائية، كان أساسها اللي هي تقوم بربط البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق النيل.
واتسمت باسم سيزوستريس على اسمه. وسيزوستريس ده معناه هو سونوسرت، بس دي التسمية الإغريقية. وبعد كده من أهم الحملات، الراجل ده قام بحملات كتيرة، 4 حملات على النوبة في سنوات حكمه الممتدة. وقام بتثبيت حكم مصر في النوبة لحد أقصى مرحلة وصلتها في المرحلة دي. سيزوستريس أو سنوسرت الثالث من أعظم حكام الدولة الوسطى. من بعده قام باستكمال السيطرة دي الملك ابنه، الملك أمنمحات الثالث. أمنمحات الثالث قام بحملات في النوبة، وقام بحملات لبلاد بونت. ومصر في عهده كان فيها ازدهار، والفن انتشر بطريقة قوية جدا. وده كله بيدل على المنحوتات والتماثيل الرائعة اللي اتوجدت في الفترة دي وموجودة في متاحف مصر كلها. من بعد أمنمحات الثالث جه ابنه الملك أمنمحات الرابع، ومن بعده الملكة سبكنفرو. الملكة سبكنفرو كانت ملكة قوية، وحكمت في الفترة اللي هي حكمت تقريبا لمدة 4 سنين. وبنهاية حكم الملكة سبكنفرو كده بتنتهي الأسرة العظيمة، الأسرة ال 12. نخش بعد كده في الأسرة ال 13. الأسرة ال 13 كان فيها حكام كتير جدا. مفيش حكام بالاسم او بالعين كانوا مؤثرين فيها، ولكن هي كانت استثمار واستكمال للحضارة اللي قامت في الأسرة التانية ال 12. بس في أواخر الأسرة ال 13 بدأت ظهور الهكسوس، اللي هي القبائل البدوية اللي جت من أرض كنعان. فبدأت تظهر، وبدأت دخلت الهكسوس، ما دخلوش بأسلوب اللي هي يعني جماعات وداخلة تحارب، لا، هي جت استوطنت في أرض مصر للحياة والمعيشة فيها، للتجارة، وعملت تجمعات ليها لحد ما بقوا ليهم قوة وعدد وشوكتهم قوت وبقوا الهكسوس. ومن هنا هنبتدي ونقول إن كده عصر الدولة الأسرة بينتهي مع نهاية الأسرة ال 13. ومن بداية الأسرة ال 14 وال 15 وال 16 وال 17 دي هنقول عليها بداية عصر الانتقال الثاني أو عصر الإضمحلال الثاني. عصر الانتقال الثاني بالنسبة للأسرة ال 14 وال 15 وال 16، كل دي كانت أسر هكسوسية، أسر كنعانية. الأسرة اللي كانت موجودة في الفترة دي هي الأسرة المصرية، أصول مصرية. كانت الأسرة ال17 اللي هي كان مؤسسة سكن رع تاع الأول، أو مش مؤسسة، كان من يعني أشهر ملوكها سكن تاع الأول. اللي جاء من بعده اللي هو بداية الشخص اللي بدأ جهاده وكفاحه ضد الهكسوس سكن رع تاع التاني اللي هو أبو أحمس. بداية بس هنقول إن بالنسبة لشكل الحكم في الفترة دي لمصر، الهكسوس كانوا عندهم عاصمة اسمها أواريس اللي هي باتجاه الشرقية حاليا، وكان بيسيطروا على دلتا مصر. بالنسبة لجنوب مصر كان بيسيطر عليها الأسرة ال17، الأسرة الطيبية في الأقصر، اللي هي الأسرة اللي هي أصولها مصرية. وتحت في النوبة اللي هي عند بلاد كوش، السودان حاليا، كان بيسيطر عليها الكوشيين. فكده مصر كانت محاصرة ما بين الكوشيين وما بين الهكسوس في الدلتا، ومصر كانت كده أكنها في حلقة كماشة. بداية السعي للتخلص من الحكم الهكسوسي على دلتا مصر، ويحاول مرة تانية اللي احنا عايزين نوحد مصر، بدايتها كان عن طريق أبو أحمس اللي هو الملك سكن رع تاعة التاني، ملوك الأسرة ال17. حاول وجاهد. وكان في الفترة دي في ملك اللي هو كان بيحكم الهكسوس اسمه أمونوفيس أو أبو فيس. كان بعت رسالة للملك سكن الرع بيقول له أنا سامع أصوات أفراس النهر عندك فسكتها. كان دلالة إن هو لكذا سبب يعني، أو كذا دلالة، إن هو كان عايز يقول له أنا سامع وعارف بالتجهيزات اللي أنت بتعملها عشان تحاول تسترجع مصر مرة تانية. أو بيقول له حاجة تانية اللي هو استفزاز، وعايز يشوف رد فعله إيه. المهم إن سكن الرع بتاع التاني كون جيش وقام بحملة على الأواريس، على الهكسوس. وفي المرحلة دي
كان مصر فعلا بدأت اللي هي تاخد زمام المبادرة، وحاولت اللي هي الاستقلال مرة تانية. بس في المعركة دي مات واتقتل الملك سكنراتع التاني. من بعده استكمل الكفاح ابنه الكبير كاموس أخو أحمس، وبرضك حاول وكون جيشه وكمل الكفاح. وبرضك في الفترة اللي هو كان خلاص قارب اللي هو يعني بيهد وبيوقع في قوات الهكسوس، مات. من بعده جاء ابنه الملك أحمس، كان لسه شاب صغير، وقام باستكمال ما بدأه أبوه وأخوه. وكان بيساعده في الفترة دي، وكان بيحمسه الملكة العظيمة جدته الملكة تيتي شيري، اللي هي زوجة الملك سكن الرابع التاني. وأحمس قدر فعلا وحرر مصر من الهكسوس. كان بيساعده في الفترة دي زوجته الملكة أحمس نفرتاري، وكانت هي اللي بتساعده ومقوياه في المرحلة دي. وكان شريكتهم برضك في الموضوع ده برضك، عشان اقولك ان الستات في الفترة دي في العصر ده كانوا يعني قوة ودفع للملوك المصريين. الملكة جدته تيتي شيري، والملكة أمه إياه حتب، والملكة زوجته أحمس نفرتاري. وبالمعلومة إن أحمس نفرتاري كان قائدا من قوات الجيش على الأرض، كان بتحارب بنفسها. أحمس الملك أحمس كمل وحاول إن هو يبعد خطر الهكسوس عن مصر، مش بس مجرد من حدود مصر، لا كمل لحدود مصر الشرقية لفلسطين، وكمل لحد ما قدر اللي هو يبعد الخطر عن مصر تماما. من بعد أحمس الملك أحمس الأول استكمل كفاحه الملك ابنه الملك أمنحوتب الأول، واستكمل الكفاح، وقام ان هو يحاول اللي هو يبعد خطر الهكسوس اكتر واكتر. وعمل بداية اللي هو الملك ان أمنحوتب الاول سعى للازدهار بمصر، ويرجع مصر تاني لعصرها القوي. بداية هنا هنقول ان احمس، عشان ما ننساش ان الملك احمس هو مؤسس الدولة المصرية الحديثة. بداية إن أحمس هو مؤسس الدولة المصرية الحديثة، اللي هي الأسر ال18 وال19 وال20. يبقى كده هنقول إن أحمس هو مؤسس الدولة المصرية الحديثة، اللي هي أقوى وأزهى وأكثر ازدهار لكل العصور الحضارة المصرية القديمة. من بعد الملك أحمس الأول والملك أمنحوتب الأول بدأ ابنه ابن أمنحوتب الأول وحفيد الملك أحمس الأول الملك تحتمس الأول. هو هنقول هنا هو بداية الإمبراطورية، بداية تكوين الإمبراطورية. لأن هنا مش هنقول الإمبراطورية المصرية بقت في أوج قوتها، لا، أوج قوتها دي هنكون مع حد احنا لسه هنقوله قدام. بس إن أحمس تحتمس الأول كان صاحب فضل كبير، إن هو غزا ده كتير في الشام وفي فينيقيا، ووصل بمصر بمراحل بعيدة. من بعد الملك تحتمس الأول جاء ابنه الملك تحتمس الثاني، ملك مش على قوة الملوك اللي فاتوا أو الجايين، بس استكمل أو مشى على ضرب أبوه وجده الكبير أحمس. ومن بعده هو معاش كتير، جاء كملت من وراه الملكة حتشبسوت. أولا الملك أحمس الأول عند التحتمس سوري الثاني، عند وفاته كان عنده ابن اللي هو الملك تحتمس الثالث. المفروض هو كان ولي العهد من بعده، بس كان في الفترة دي هو كان لسه طفل صغير، 6 سنين تقريبا أو 8 سنين. فكان زوجة أبيه اللي هي حتشبسوت هي هتبقى الوصية على العرش، هيبقى هو الملك، بس الوصية على العرش حتشبسوت. مات فعلا بعد موت الملك تحتمس الثاني. الملكة حتشبسوت استولت على الحكم، وبعدت خالص الملك الصغير تحتمس الثالث على العرش، واندرج في صفوف الكهنة، وبعد كده اندرج في صفوف الجيش، وبقى من قواد الجيش الملكة حتشبسوت مش زي الملوك اللي قبلها، لا هي جنحت للسلم. هي اعتمدت على الدبلوماسية وعلاقاتها الدبلوماسية مع بلاد الجوار كلهم، وأساسها بلاد بونت. بنت كتير من أشهر المعابد اللي موجودة في مصر معبدها معبد الدير البحري، اللي بناها ليها المهندس العبقري المهندس سين الموت.
ومهم استكملت تاريخ حكمها 21 سنة بدون حروب تماما، علاقات دبلوماسية وبنى. مصر وصلت في الفترة دي ازدهار قوي جدا اقتصاديا، بس جه على حساب الجانب والشق العسكري. ال- البلاد الجوار اعتقدت ان مصر في الفترة دي ان هي خلاص بلد بقت ملهاش في الحروب، بلد استقرت وبعدت عن الحروب. فبعد موت الملكة حتشبسوت وتولى الحكم بعدها الملك اللي المفروض كان من حقه الملك الأول، اللي هو الملك تحتمس الثالث. هو ده الملك اللي احنا قلنا عليه، اللي هو في بدايته هو ده هيكون في مصر في أوجها، هتبقى في أوج الإمبراطورية، وهو الإمبراطور الباني للإمبراطورية المصرية القديمة، الملك تحتمس الثالث، الملك العظيم. ملك قادش في الفترة دي والملوك المحاوطين ليه اعتقدوا ان الملك ده ضعيف، فحصل فيه استفزازات كتيرة جدا، وعرف ان هم بيكونوا جيش وعايزين ياخدوا الامارات اللي موجودة في كنعان وفي الاماكن الجوار لحدود مصر الشرقية. الملك تحتمس كون جيشه وقام بالمعركة المشهورة معركة مجدو، وقدر اللي هو ينتصر على الملك ملك قادش في معركة مجدو بفلسطين، وقدر منها ان هو يهزمه ويهزم كل الملوك المتحاربين اللي هم تقريبا كان اكتر من 50 ملك وامير الامارات اللي حوالين امارة قادش. من بعده الملك تحتمس الثالث العظيم استكمل 17 حملة، ما اتهزمش في ولا حملة. الملك الوحيد والقائد العسكري الوحيد اللي ما اتهزمش في ولا حملة. بيقال عليه ان هو الغرب بيقولوا عليه ان هو نابليون مصر. وده طبعا ظلم ليه، لان نابليون اتهزم في معارك كتير، لكن تحتمس الثالث في 17 حملة حربية ما اتهزمش في ولا واحدة. المهم من بعد تحتمس الثالث الملك العظيم جاء ابنه وكمل على ضربه، اللي هو الملك أمنحوتب الثاني. ده كان ممكن نقول عليه الملك السفاح. الملك ده كان بيعشق الحروب وبيعشق الرياضة، لدرجة ان هو كان كل حملة بيروحها بيقدر اللي هو يكسب الحملات بتاعته، وبيرجع بملوك اللي هو بيحاربهم دبحهم، حاططهم على الرؤوس المراكب وهو راجع بيها، بياخدهم ويعلق جثثهم ورقبتهم على المعابد. عمل كده في علق رؤوس للملوك دي في السودان، اللي هي في النوبة، وفي في أسوان وفي الأقصر، وعلى كل المعابد اللي كانت موجودة. كان ملك سفاح، كان ملك قوي جدا وسفاح، وحاولوا كلهم اللي هم يهدنوا معاه كل الملوك ويبعتوا له الجزية والعطايا، لأنه كان ملك قوي جدا. من بعده جاء الملك ابنه الملك تحتمس الرابع. الملك تحتمس الرابع برضك كمل، بس وصل في مرحلة اللي هو بقى ملك ميتاني، كانت دولة قوية في الفترة دي من أقوى الممالك الموجودة. حاول اللي هو يعمل مهادنة برضك مع المصريين وزوجه بنته، والمعصر بتاعه كان عمل فيه بعض الحملات، لكن بعد كده بقت الموضوع دبلوماسية أكتر. من بعده بقى الدبلوماسي الكبير اللي هو ابنه الملك أمنحوتب الثالث العظيم. مصر ما عرفتش غنى وثراء فاحش إلا في أكتر من عصر الملك أمنحوتب الثالث. الراجل ده ما قامش بحروب خالص إلا تقريبا حرب واحدة كانت في النوبة وفي بلاد كوش عشان يخمد ثورة من الثورات بتاعتهم. لكن غير كده كان علاقته مع كل الملوك علاقات دبلوماسية من مبدأ القوة. ملك ميتاني بعت له بنته، والملوك الأخرى بعتوا له بناتهم عشان يتجوزهم، كانوا بقوا من حريم القصر الملكي. ملك حكم لفترة أكتر من 30 سنة، وكان أكتر أقرب زوجة لقلبه طبعا محبوبته الملكة تيتي شيري، الملكة تي دي مش من أصول ملكية. الملكة تي كان أصولها عادي، أبوها وأمها من عامة الشعب، وأبوها وأمها ليهم مقبرتهم اللي اكتشفت اللي موجودة دلوقتي كل آثارها، ومن أشهر آثار المتحف المصري بالتحرير اللي هم يويا وتويا، وكل آثارهم اللي اكتشفت بالمقبرة بتاعتهم موجودة هناك. من بعد الملك أمنحوتب الثالث هتيجي النكسة الكبرى على الحضارة المصرية القديمة.
الملك أمنحوتب الرابع، أو هنقول عليه بقى الاسم اللي هو اتشهر بيه بعد كده وبقى الاسم الحقيقي أو اللي اتعرف بيه، الملك إخناتون صاحب عبادة آتون إله الشمس. أو هنا هنقول إن هو أي حاجة كان ليها علاقة بالعصور اللي قبل كده نهاها. غير العاصمة من طيبة وخلاها خيتاتون بإلمنيا تل العمارنة. غير الديانات ومنع أي ديانة أخرى إلا عبادة آتون. ما اهتمش بأي اكتسابات اكتسبها الملوك اللي أجداده أبوه أجداده اللي هم مصر كانت مكتسباها في الشام وفلسطين وكنعان وفينيقيا وفي النوبة. كل ده ما سألش فيه. وبدأت الدول اللي هي مصر كانت ليها سيطرة عليها بتسقط دولة أو تسقط إمارة ورا إمارة. وملوك الإمارات اللي هو كان موجودين دي اللي هي كانت تحت الحماية وتحت السيطرة المصرية بيبعتوا له استغاثات الحقنا. لكن الراجل ما كانش بيسأل. الراجل كان كل اهتماماته بالديانة الجديدة وبالعاصمة الجديدة ومالوش دعوه باي حاجه تانية. ده كان عصر نكسه على الحضاره المصريه القديمه. المهم كان في الفتره دي بردك معاه زوجته الملكه نفرتيتي وكانت بتدعمه في نفس المجال اللي هو كان فيه. الملك اخناتون ابتدع اساليب جديده في العماره واساليب جديده في الفن. حتى كان اشكال غريبه، حتى اللي هتلاقي الاثار بتاعته مختلفه تماما عن اي اثار جات قبله واي اثار هتيجي بعده. الملك حكم لمده تقريبا 17 سنه. ومن بعد حكمه كان في ملك اللي هو بيتقال تقريبا ابنه اللي هو سمنخ كارع. ما طولش كتير جاء من بعده ابنه الملك توت عنخ آمون. توت عنخ آمون اللي هو من أشهر ملوك الحضارة المصرية القديمة للغرب كلهم. مش لأن هو أقوى ملك عسكري ولا إن هو كان أشجع الشجعان ولا الكلام ده كله. لكن ده كان لسبب تاني خالص، لأن المقبرة بتاعته اللي اكتشفت سنة 1922 من أعظم المقابر وأكتر المقابر اللي فيها كنوز. المقبرة فيها أكتر من 5300 قطعة أثرية. فيها ذهب كتير جدا، فيها مرمر كتير جدا، فيها أشياء يعني ما اتشافتش قبل كده وما اتشافتش بعد كده. هو ده كان سبب شهرة الملك توت عنخ آمون. طبعا الآثار دي كلها اتجمعت دلوقتي وإن شاء الله هتتعرض في الفترة الجاية فتبقى موجودة في المتحف المصري الكبير. من بعد توت عنخ آمون وتوفى وهو صغير، توفى وهو عنده 19 سنة 20 سنة. حكم الفترة دي كلها. ما كانش هو الحاكم الفعلي نعتبر نقول ان هو الحاكم الفعلي. هو كان الحاكم اللي موجود، ولكن كان تحتيه اللي بيحركوه اللي هو الوزير وقائد الجيش القائد العظيم حور محب. من بعد توت عنخ آمون بقى في فراغ. توت عنخ آمون ما خلفش أولاد. تولى الحكم من بعديه الملك أو الوزير حكم لمدة 3 سنين برضه وما طولش في الحكم. بعد كده حكم المهم في فترة توت عنخ آمون. توت عنخ آمون مش هنقول توت عنخ آتون زي أبوه، لأن هو بعد فترة حكمه المصريين طبعا ما كانش عاجبهم اللي كان عامله إخناتون. استرجع العبادات القديمة آمون وكل المعبودات اللي كانت موجودة في تاريخ المصريين القدماء، ومبقاش في حاجة اسمها آتون. وكل حاجة خاصة بإخناتون تراجعوا عنها. المهم الملك نفس الموضوع. نيجي عند الملك حور محب. حور محب القائد العظيم. القائد ده لولا وجوده في الفترة دي كان مصر دخلت في مرحلة الضياع تماما. ان الملك حور محب رجع تاني قوة الجيش. عمل جمع مصر وعمل على استتاب الوضع الداخلي في مصر واستتاب الوضع الخارجي للمناطق اللي كانت تحت السيطرة والإدارة المصرية. حور محب عمل أنظمة كتيرة جدا اقتصادية واجتماعية وسياسية، وقدر اللي هو يرجع تاني العجلة المصرية للأمام وللطريق الصحيح. كده ده كان آخر ملك في العصر الذهبي للدولة المصرية الحديثة اللي هي الأسرة ال 18. هنخش بعد كده في عصر ذهبي تاني اللي هي الأسرة ال 19. أول حاجة إن حور محب قبل وفاته ما كانش ليه أولاد برضه، فعين قائد قواته الملك رمسيس الأول. كان برضك راجل كبير في السن بس هو وثق فيه لأن هو كان قائد اللي هو بيثق فيه وإن هو هيقدر يدير مصر كويس من بعده. من بداية الأسرة 19 هو الملك رمسيس الأول.
رمسيس الأول حكم لمدة تقريبا 3 سنين، كمل اللي بدأه القائد العظيم والملك العظيم حور محب. ومن بعد رمسيس الأول هنيجي هنا للملك سيتي الأول. الملك سيتي الأول اللي هو الراجل اللي رجع تاني الحروب ورجع تاني مصر الدولة القوية العسكرية اللي بتوسع نفوذها العسكري في الشام وفي النوبة وفي كل القطاعات اللي حوالين مصر. من بعد سيتي الأول دوت الراجل ده بنى معبد عظيم جدا في سوهاج اسمه معبد الأوزوريون. المعبد ده ليه وضع خالص عن أي معبد تاني في المعابد المصرية. دخوله اللي ب20,000 جنيه، تيكت للدخول للمعبد ده ب20,000 جنيه. وعشان تعرف تدخل للمعبد دوت لازم الأول تطلب من الهيئة العامة للآثار وتعمل طلب عشان يدخلوا جوه. ليه جوه ايه في المعبد ده؟ المعبد ده جواه كتاب الموتى والجنة والنار الخاصة بالديانة المصرية القديمة، والكتابات والصور والرسومات جوه المعبد ده من تحت. هو اصلا مبني على مياه جوفية. في جوه موضوع اصلا حتى مش هتلاقي له اي صور على النت، فالموضوع بتاعه سري كتير، سري جدا. فعشان تعرف الموضوع دوت لازم اللي انت تخش وتدفع المبلغ ده. وافتكر حتى لو دخلت عمرك ما هتعرف تصور حاجة من جوه، ممنوع. المهم نكمل ان سيتي الاول بعد استكمال المعارك واستكمال الفتوحات المصرية وعمل على استكمال الموضوع ده تاني. وطبعا كان في الفترة دي الدولتين المتناحرتين على طول المملكة المصرية ومملكة الحيثيين. من بعد الملك سيتي الأول جاء ابنه الملك رمسيس الثاني، رمسيس العظيم. رمسيس الثاني من أعظم الملوك اللي حكمت مصر عموما في التاريخ لحد دلوقتي. رمسيس الثاني، رمسيس الثاني في بعد فترة حكمه الأولى كان عايز اللي هو يرجع تاني بعصر مصر العظيم. كون جيشه وقام بغزوة لقادش الحيثيين. المهم معركة قادش دي من أشهر المعارك اللي في تاريخ الحضارة المصرية القديمة. الملك رمسيس الثاني لما راح لقادش هناك كان في كده لعبة اتلعبت من ملك الحيثيين ان هو بعت له اتنين من طرفه كأنهم ناس بدو رحل فيمسكهم. انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ طب شفتوا الحيثيين؟ يقول لهم اه شفناهم، دول بيهربوا لما انتوا عارفين يجوا، وكل دولت هم اصلا جواسيس لملك الحيثيين. فعن طريق الكلام دوت ما تحرش الدقة لكلامهم الملك رمسيس الثاني، بيتجه ورا كلامهم اللي هم قالوه وبيروح وبيلاقي ان الحيثيين عملوا على رمسيس الثاني كماشة. رمسيس الثاني عموما كان مقسم جيشه لأربع فيالق اللي هو آمون وبتاح ومآمون ورع وست، الأربع فيالق دي. المهم اتحرك بالفيلق بتاعه، فيلق آمون، واتعمل عليه الكماشة، وحاول اللي هو بيلتف بالحرس الشخصي بتاعه على القوات اللي هي حاولت تلتف عليه. والمهم جاء من بعده بقية الفيالق، وبقت الحرب يعني قوات داخلة في قوات من الجانبين، لحد برضك ما جاء القوات المساندة اللي هي قوات الاحتياط من القوات اللي هي كانت تحت الإدارة المصرية اللي هي من كنعان من فلسطين. والحرب ارتدت من هزيمة منكرة للمصريين لنصر لرمسيس الثاني، لدرجة إن قوات قادش رمت نفسها في بحر العاصي وفي ناس كتيرة منها غرقت. المهم المعركة انتهت في الآخر لا كاسب ولا مهزوم، نعتبر نقول ما بين تعادل أو نصر لرمسيس الثاني. بس على كده برضك رمسيس الثاني ما قدرش يخش قادش أو ما دخلش قادش، حصل فيه خسائر كبيرة في القوات بتاعته، بس قدر اللي هو يدير المعركة صح، وقدر اللي هو ينتصر على قوات القادش، وما قدروش اللي هم يهزموا قواته. بس زي ما قلت ان في ناس كتيرة منهم للهروب من جحيم اللي حصل فيهم في اخر المعركة رموا نفسهم في نهر العاصي، وناس كتيرة منهم غرقوا، وناس باقي منهم رجعوا للحصن في قادش وهربوا من قوات رمسيس الثاني. المهم رمسيس الثاني رجع ودون المعركة دي على كل معبد من المعابد اللي هو بناها. رمسيس الثاني بنى معابد عظيمة جدا.
يكفيه المعبدين اللي اتبنوا في ابو سمبل، معبد بتاع زوجته النفرتاري، ومعبده العظيم اللي هو معبد ابو سمبل العظيم، اللي هو بيزوروا الشمس وبتتعامد عليه في تاريخ توليه ويوم ولادته. يبقى كده بتتعامد على وجه رمسيس الثاني، الشمس في معبد ابو سمبل، يوم ولادته يوم توليه العرش. رمسيس الثاني من اعظم البناء اللي جم في مصر، من كل في كل ربوع مصر هتلاقي ليه اثار في ميت رهينة في الجيزة، هتلاقي ليه اثار في ابيدوس بسوهاج، هتلاقي ليه اثار في الاقصر، في اسوان، في كل مكان في مصر. يكفي ان هو اول حاجة هتشوفها اول ما تخش المتحف المصري الكبير، الملك رمسيس الثاني بالتمثال العملاق بتاعه. المهم من بعد رمسيس الثاني هيجي بعديه ابنه الملك مرين بتاح. الملك مرين بتاح كمل من وراه ابوه الملك رمسيس الثاني الكفاح، ووسع رقعة مصر على امتداد الحدود اللي كانت موجودة. مرين بتاح المهم اللي هو عمله اللي هو حمى مصر من هجمات القوات التمحو، والقوات اللي هي الليبية. كان في إغارات دايما من القوات الليبية على مصر في فترة الانفتاح، هو قدر يصد كل القوات والهجمات اللي جت عليه. من بعد الانفتاح بدأ الملك اللي هو من بعده كان في اللي نقدر نقول اللي هو مفيش قوة زيادة، اللي هو كان في الملك اللي جاء من بعده الملك سيتي الثاني. الملك سيتي الثاني حكم سنين بسيطة جدا، وحصل عليه انقلاب من ملك تاني كان اسمه أمون مس. ومن بعد سنة أو سنتين قدر سيتي التاني اللي هو يسترجع عرشه مرة تانية. سيتي التاني من بعده كان عنده ولي العرش بتاعه اللي هو ابنه الملك سبتاح. سبتاح كان عنده نفس المرض تقريبا اللي كان عند توت عنخ آمون، كان عنده أمراض شلل الأطفال أو حاجة زي كده، وكان بيعتمد على عكاز. سبتاح ما طولش كتير في الحكم، وجاء من بعده وصية العرش وحكمت مصر اللي هي أمه اللي هي زوجة الملك سيتي الثاني، الملكة توسرت، حكمت. وكان في الفترة دي الملك الوزير اسمه باي، هو مش من أصول مصرية، وحاول اللي هو بيتحكم في كل الإدارات المصرية وفي الشؤون المصرية كلها. الموضوع ده ما كانش عاجب المصريين. وفي الفترة دي كان في قائد في الجيش اسمه القائد سيت نخت. القائد سيت نخت دوت قضى على نهاية الأسرة 19، وقضى على حكم توسرت. ما نعرفش هو قتلها ولا قام بشيلها من الحكم، بس المهم ان سيت نخت قام بإنهاء العصر الدولة سوري الأسرة 19، وكان هو مؤسس الأسرة العشرين. هنخش كده في الأسرة العشرين. سيت نخت حكم مصر تقريبا لمدة 3 سنين، ورجع الأمور تاني لنصابها. وبعد اللي هو الوزير اللي كان موجود الملك الوزير باي، ومصر بدأت تاني ترجع تاني اللي هي في الطريق المستقيم بتاعه، الطريق الصحيح. جاء من بعد الملك سيت نخت ابنه، ونعتبر دوت من آخر الملوك العظيمة في الدولة الحديثة، اللي هو الملك رمسيس الثالث. رمسيس الثالث حمى مصر من مشاكل كبيرة جدا، ومن أزمات كبيرة جدا. الأزمات اللي واجهتها الدول في محيط مصر كلها، في الدول الممالك اللي كانت موجودة حوالينا، إذا كان ميتانيا أو الأشوريين أو كان شعوب البحر. شعوب البحر دي قوات كانت بتيجي من البحر اللي هي اسمها الشردان، والكلام ده كله بيجوا من أوروبا وبينزلوا على أي مكان بيبهدلوه. شعوب البحر قضت على ممالك كتيرة جدا، وكان بتسعى عايزة تقضي على مصر كمان. رمسيس الثالث كون قوات بحرية قوية جدا، وقدر اللي هو ينتصر على قوات الشردان وفي معركة زاهي. وقدر ينتصر عليهم في البر وفي البحر، كانت في معركة بحرية ومعركة برية. الخطر التاني اللي رمسيس الثالث حمى مصر منه هما الليبيون، اللي هو التمحو والليبو، القوات الليبية اللي هي كانت موجودة بردك في عصر الملك منبتاح. قدر اللي هو ينتصر عليهم، واللي هو يخفي خطرهم في الفترة اللي هو كان موجود فيها. من بعد رمسيس الثالث
او هنكمل ان رمسيس الثالث اولا مات مقتول. حصل مؤامرة داخل القصر الملكي من زوجاته. كان كل واحدة عايزة ان ابنها، كان متجوز كتير، هو كان كل واحدة عايزة ان ابنها هو اللي يكون ولي العرش. هو كان محدد ان ولي العرش هيكون من بعده هو الملك رمسيس الرابع. المهم حصل المؤامرة. واحد من اولاده ومع زوجته ومع الحراس القصر قدروا ان هم يغتالوا الملك رمسيس الثالث. ابنه رمسيس الرابع قدر اللي هو يمسك المتورطين في الموضوع ده ويعدمهم. المهم رمسيس الرابع كمل اللي بدأه أبوه. أبوه اللي هو الملك رمسيس الثالث بنى مدينة عظيمة جدا في الأقصر موجودة حاليا. هي مدينة ومعبد، ما هو مدينة هابو. ورمسيس الرابع استكمل البنى اللي كان موجود في مدينة هابو من بعد أبوه رمسيس الثالث. رمسيس الرابع ما كملش كتير في الحكم. رمسيس الرابع حكم لمدة تقريبا 4 سنين. كان حكمه استكمال اللي كان موجود في حكم أبوه. عموما في الفترة دي كانت كل الممالك واللي موجودة حوالين مصر ومصر ذات نفسها كان في مشاكل، صراعات كتيرة جدا، حروب كتيرة جدا، أزمات اقتصادية. المهم إن هو رمسيس الرابع استكمل من بعد أبوه رمسيس التالت. ما كانش فيه حروب في الفترة دي، بس هو كمل على ضرب أبوه معماريا على الأقل. من بعد رمسيس الرابع نقدر نقول إن في من أول رمسيس الخامس لحد رمسيس الحداشر مصر كان فيها أزمات داخلية وأزمات في الأمن الداخلي، وكان فيها مشاكل كتيرة جدا. وبدأت إن كل مكتسبات مصر على مدار العصور اللي فاتت كلها والأسر اللي فاتت كلها بتروح واحدة واحدة. الملوك ما كانوش على قد المسؤولية، ما سيطروش قوي جدا على مفاصل الحكم. فمن أول الملك رمسيس الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر يعتبر الملوك ما بين ملوك ضعاف وما بين ملوك متوسطين. من بعد تقريبا من نقدر نقول من الأول الملك رمسيس التاسع إن هو خلى حكمه في الدلتا. فكان إن اللي كان بيحكم الجنوب هم الكهان، كاهن آمون وكاهن المعابد الموجودة في الجنوب. هنوصل للملك رمسيس الحداشر، وده كان آخر ملك في الأسرة العشرين. ومن بعده هنقدر نقول كده خلاص المملكة المصرية الحديثة بتنتهي، عصر الدولة الحديث بينتهي، وهنخش من بعد كده في العصر المتأخر الثالث من أول الأسرة ال21 لحد الأسرة 25. الأول حاجة نقول إن الأسرة ال21 كان فيها حكمين، حكم في الدلتا وحكم في الجنوب. الحكم اللي كان في الجنوب اللي هو كان الكهان، الكاهن الأعظم الكاهن حري حور، وده كان هو كبير الكهنة الموجودين في الجنوب. حري حور جاء من بعده بيعنخي وبنجم ومساهرتا وبنجم الثاني. دول هم كانوا الكهان اللي كانوا مسيطرين في الفترة دي في الجنوب. في نفس الوقت كان في الحكام اللي كانوا موجودين في الدلتا وكان بيحكموا مصر في الشمال فوق. كان أولهم الملك سمندس. هنقول ان الملوك كلها دي ما فيهاش تأثير قوي جدا. الملك الوحيد اللي ممكن ليه تأثير قوي جدا وكان ملك قوي في الفترة دي باسونس او باسوسنس الاول. باسوسنس الاول ده عموما لقينا المقبرة بتاعته كاملة. اولا المقبرة كانت في تيانيس بالشرقية، كان هو ده مكان الحكم اللي كان موجود للأسرة ال21 بالنسبة لملوك الشمال. الأسرة اتلاقت كلها المقبرة اتلاقت كلها بكنوزها. بيتقال على الباسوسنس الأول هو الملك الفضي. ليه؟ لأن مصر كانت معروفة بالذهب، وكان كل التماثيل والتوابيت الملكية كانت بتتعمل بالذهب زي اللي احنا لقيناه كله في مقبرة توت عنخ آمون. ولكن باسوسنس الأول لقينا بجانب الذهب كان في بعض المقتنيات بتاعته الفضية. وهو أساسا أهم حاجة كانت موجودة لقيناها اللي هو التابوت بتاعه، التابوت الفضي، تابوت باسوسنس الأول. من بعد باسوسنس الأول كان في جاء أمون أوبت وأسر كان الأكبر وسي أمون هو باسوسنس الثاني. ودي كانت هي ملامح الحكم في الفترة دي
ناس بتحكم في الجنوب وناس بتحكم في الشمال، وما كانش فيه تعارض ما بينهم، مفيش حروب. الاتنين متفاهمين مع بعض، ده انت بتحكم مكانك وانا بحكم مكاني. بس سوسنس الاول زي ما قلنا كان هو من ضمن الحكام اللي كانوا موجودين في الشمال، ومن اعظم حكام الفترة دي. بعد كده هنخش في الأسرة اللي بعد كده، اللي هي الأسرة الثانية والعشرين، هي الأسرة الليبية. ليه بنقول عليها الأسرة الليبية؟ مؤسس الأسرة الاثنين والعشرين الملك شيشنق الأول. بنقول عليها أسرة ليبية لأن أصولها ليبية. الملك شيشنق الأول أصوله ليبية. أجداده جم مستوطنوا في مصر في الدلتا. فاحنا برضك ما نقدرش نقول ان هو اسره ليبيه، احنا بنقول اسره ليبيه، لكن هو راجل مصري. الراجل مثلا الجد السادس او السابع بتاعه كان ليبي. يعني معنى كده ان عدى على وجوده ووجود الاسره بتاعته من ساعه ما جت، جيل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. فانت لما بتيجي انت حتى كمثال بتقول ان انت راجل انا اسكندراني، مع ان انت جدك الكبير اللي هو مثلا الجد السادس او السابع كان مثلا في الصعيد صعيدي او حاجه زي كده، بس انت بقالك هنا 7 جدود في اسكندريه، فانت بتقدر تقول على نفسك انا خلاص انا بقيت اسكندراني. راجل بقالك اكتر من 200 سنه عايش في المكان ده، فخلاص انت بقيت من اهل المكان ده، انت مش جاي راجل دخيل. فالمهم كما بيقال، فاحنا بنقول ان هي الاسره الليبيه او من اصولها ليبيه. الملك شيشانك الاول. الملك شيشانك الأول رجع تاني مصر على طريق التوسع، وقدر يعمل معارك في فلسطين، وانتصر على إسرائيل اللي هي دولة إسرائيل في الفترة دي من بعد فترة سيدنا سليمان. هو عاصر فترة سيدنا سليمان ومن بعده ابنه، وهو قدر اللي هو يعمل اكتسابات ويعمل توسعات في فترة ابن سيدنا سليمان في الفترة دي. سجل كل انتصاراته على معبد الكرنك. وجاء من بعده ابنه الملك أسركان أو أسركان الأول. تاريخه ما كانش طويل جدا في الحكم، ولكن عمل استكمال بمنشآت والمعابد اللي كان كملها اللي كان بداها أبوه، وعمل استكمال ليها. ومن بعده جاء ملوك تانية كتير مش في نفس قوة شيشانك طبعا الأول، اللي هو تيكلوت الأول وأسركان التاني وشيشانك التالت والرابع. ومهم إن نيجي بعد كده إن الأسرة التلاتة وعشرين برضو أسرة من أصولها برضك ليبية، نفس الوضع للأسرة الاتنين وعشرين. من بعد كده هنيجي نقول إن الأسرة الرابعة. أسرة الأربعة وعشرين أسرة عمرها قصير جدا. أخدت حكمها في عاصمتها، يعني كانت موجودة في نفس فترة حكم الأسرة الاتنين وعشرين والتلاتة وعشرين والأربعة وعشرين، كانوا كلهم موجودين مع بعض. يعني هي الأسرة 23 انبثقت من الأسرة الاتنين وعشرين، والأسرة الأربعة وعشرين دي كانت أسرة يعني مختلفة عنهم، كانت منفصلة عنهم خالص. الأسرة دي كان عمرها قصير جدا. هنقدر نقول اللي كان فيها اتنين من الحكام، اللي هو تيف نختي الأول وباكن را نف اللي هو ابنه. والأسرة ما طولتش كتير، لأن الأسرة حصل لها غزو زي ما مصر كلها حصل لها غزو، اللي هو من الأسرة الخمسة والعشرين، هي الأسرة الكوشية. في الأسرة الخمسة وعشرين دي اللي هي كانت أسرة جاية من كوش، من النوبة، من أراضي السودان ومن تحت السودان. الأسرة دي جات احتلت مصر، وهي جت احتلت مصر، بس كان برضك فيها احترام وتبجيل لكل أهلية مصر. هي كانوا ماشيين على نفس النهج المصري، واخدوا نفسهم فراعنة. يعني ما جوش من بره اللي هم احنا هنعمل حكم جديد في مصر، لا هم احنا فراعنة برضو، بس الفراعنة السود بقى او فراعنة الكوشيين. وكانوا في احترام وتبجيل للآله آمون را وكل الآلهة المصرية والكلام ده كله. آه نقدر نقول إن الأسرة 25 هم 5 حكام حكموا مصر. أولهم الملك بعنخي. الملك بعنخي اللي هو قام بتأسيس الأسرة ال25 في مصر. الملك بعنخي جاء من بعده
الملك شباكة وشبيكتو وطهاركة، واخر الحكام اللي هو تانوت اماني، اللي قدر يشيله من الحكم اللي احنا هنجيله دلوقتي وهنقول عليه. المهم ان الاسرة النوبية حكمت مصر تقريبا الى ما يقرب من 100 سنة. ما طولوش في الحكم قوي. جه من بعد كده المملكة الأشورية عملت غزو على مصر. هم جم وما سيطروش على الأرض، على الكويت في مصر، على الأرض المصرية. لا، هم جم وكان بياخدوا خيرات مصر، وجم عايزين يحطوا حكم جديد لمصر من أهل البلد، يعني يحطوا حاكم مصري بس حاكم ليهم أو تابع ليهم، وقضوا على الحكم الأشوري في مصر. جم أخدوا حاكم من الحكام اللي هم المحليين اللي كانوا موجودين اسمه نخاو الأول، وحطوه على الحكم. وقدرت القوات الأشور الكوشية في فترة تانوت أماني اللي هم يقتلوا الحاكم ده. الأشوريين رجعوا تاني وجم وقدروا اللي هم يبعدوا القوات الكوشية عن مصر لحد الجنوب، لحد جنوب مصر. وسيطر في الفترة دي الأشوريين على المجريات في الدلتا. من بعد النخاوي الأول جاء من بعده ابنه الملك بسمتيك الأول. بسمتيك الأول ما عملش زي أبوه وكان تابع للأشوريين، لا، اكتسب إن هو الفترة دي أنا الملك، أنا اللي موجود المسيطر على الدلتا وموجود على مصر. كون جيشه وحاول تاني اللي هو يستعيد قوة مصر الاقتصادية. المصريين حبوه. الراجل دوت قدر اللي هو كان في بعض السيطرة الأشورية على مصر وبعض القوات اللي موجودة في مصر، قدر اللي هو يبعدهم تماما ولغى وبعد القوات الأشورية والحكم الأشوري والسيطرة الأشورية على مصر. بقت مصر رجعت تاني مصر دولة بذاتها وقوتها وحكمها من ذاتها. المهم ونزل على الجنوب ولغى أي تواجد للقوات الكوشية والنوبيين من مصر في الجنوب، وعين بنته. لأن في الفترة دي كان في موجود اللي هي بنت اللي هي الكاهنة اللي كانت موجودة في الجنوب، كاهنة كوشية. جاب بنته وعينها، عمل احترام أولا للكاهنة اللي كانت كوشية اللي كانت موجودة في الجنوب اللي هي كاهنة دينية. فحط بنته بنت بسماتيك الأول اللي هي تبقى تحت تولى الحكم أو تولى الكهنة من بعد الكاهنة الموجودة الكوشية. وهي كده يعني كده اللي هو بيقول لها هي اللي موجودة، انت مجرد احترام للإله آمون، واحترام للعادات والتقاليد والديانة المصرية. انت موجودة، لكن انت هي اللي موجودة وهي اللي هتكون مسيطرة. المهم بسمتيك الأول الراجل رجع تاني هيبة مصر. دخل حاول يعمل استرجاع للأراضي المصرية اللي كانت موجودة في الفترات العز مصر، في كنعان وفي فينيقيا وفي الشام. واستكمل مصر لحد ما وصل للجنوب تحت في النوبة، ورجع كل الأراضي التاريخية اللي كانت مصر مسيطرة عليها. من بعد بسمتيك الأول الملك العظيم، وانا شايف ان الاسره السادسه والعشرين، احنا اولا هنقول فعلا احنا نسينا نقول احنا ان العصر الانتقالي الاول بينتهي بالاسره الخمسة وعشرين. عصر المتاخر اللي بيتقال عليه العصر المتاخر من بدايه الاسره السادسه والعشرين لحد الاسره الثلاثين. تمام كده. فاحنا هنقول ان بسمتيك الاول اللي هو اعظم ملوك الاسره السادسه والعشرين، وهي يعتبر هو مؤسسها. جه من بعده ابنه نخاو الاول، او سوري نخاو التاني. نخاو الاول احنا قلنا اللي هو القوات الكوشية قتلته، اللي هو كان ابو بسمتيك الاول. هنيجي دلوقتي نقول ابن بسمتيك الاول اللي هو نخاو التاني استكمل ومشى على ضرب ابوه بالظبط. في الفترة دي كانت مصر في مشاكل دايمة مع القوات البابلية. كان في حروب دائمة بين مصر وبابل. وفي الفترة دي ان مصر كانت بتحاول تساعد الاشوريين. مصر، شوف احنا وصلنا لايه، ان مصر بقى قوة، وكانت مصر بتساعد الاشوريين ضد القوات البابلية. كان في حروب دائمة بين الاشوريين والبابليين. هي مصر اخذت صف الطرف الغلط عموما، يعني اللي هي الاشوريين. ان في الاخر البابليين قدروا اللي هم
يدمروا القوات الأشورية ويمحوها، وبقت بابل هي المسيطرة على أشور. في الفترة دي كان قوات الأشور البابلية في حروب مستمرة مع مصر. في معركة شهيرة اسمها معركة كركميش. القوات المصرية ما قدرتش اللي هي تجاري قوات البابلية، وقدرت القوات البابلية تنتصر على مصر. وبابل حاول ان هم ياخدوا كل الاراضي المصريه كانت موجوده في الشام وفي كنعان وفي الكلام ده كله، وحاولوا يخشوا مصر. في معركه مشهوره جدا، معركه غزه، اللي هي اتقامت على ارض غزه ما بين القوات المصريه والقوات البابليه. القوات المصريه قدرت اللي هي تقسي وتقدر اللي هي تنتصر على القوات البابليه، ورجعت تاني مهزومه لارضها، ومصر قعدت تحمي نفسها من الغزو البابلي وانتصرت. وكانت هزيمة قوية جدا للبابليين في الفترة دي. كل ده كان في عهد الملك نخاو الثاني، الملك العظيم. من بعد نخاو الثاني جاء ابنه الملك بسمتيك الثاني. الملك بسمتيك الثاني ملك قوي، مش على نفس قوة الملك بسمتيك الأول، بسمتيك ونخاو الثاني، ولكن يعتبر ملك من الأقوياء، من الملوك الأقوياء، واستكملوا مشروع مصر التوسعي، وكان ليه حملات في النوبة. ومصر في الفترة دي كان قواتها وقوات الجيش بتاعتها، مصر ما كانتش قواتها مصرية فقط. القوة المؤثرة في الجيش ما كانتش مصرية فقط. مصر كانت تعتبر قواتها من أهل البلد مصريين، ومن اليونانيين، ومن الليبيين، وبعضهم من الشعوب اللي هي تحت في الجنوب. كانت مصر جيش مختلط، ما بيحكموش فرع او جنس معين، كان مصريين، يونانيين، ليبيين، والى ما ذلك. المهم جاء في، وده هيأثر على مصر قدام في خلال الفترات الجاية. جاء في الفترة اللي بعد بسمتيك الثاني جاء إبرس، الملك إبرس. الملك إبرس كان بيدعم أكتر القوات اليونانية، كان في دعم لأكتر القوات اليونانية، وده عمل غصة وعمل غضب جوه القوات المصرية. حصل نزاعات وحصل ثورة للجنود المصريين، وما بقوش عايزين الملك إبرس. الملك إبرس اتعمل عليه ثورة من القوات والجيش المصرية. في الفترة دي كان في قائد مشهور، قائد قوي، اسمه القائد العسكري أحمس الثاني. أحمس الثاني قدر اللي هو يقود المرحلة دي بعقل، والإبرس اتشال واتمحى من المملكة المصرية، وجاء مكانه الملك أحمس الثاني. أحمس الثاني قدر اللي هو يدير الموضوع بحكمة. طبعا ما كانش يقدر اللي هو يمحي وجود اليونانيين من مصر، لأن هم كان قوة ضاربة في الجيش المصري، بس قدر يعمل حاجة تانية، ان هو بدأ يراضي القوات المصرية. فشال كل القوات اليونانية اللي كانت موجودة على المستوطنات على الحدود. فكده خلى المصريين هم اللي يكونوا حاسين بقوتهم وحاسين بتأثيرهم. حط المصريين على الحدود المصرية الجنوبية والشرقية للممالك المسيطرة عليها والمناطق المسيطرة عليها المملكة المصرية. وخلى اليونانيين يعني برضك اللي هو مش هيمحيهم خالص، عمل لهم حاجة تانية، بنى لهم مدن خاصة بيهم وأسواق خاصة بيهم، إن هم يشتروا ويبيعوا فيها، وتبقى مدن على الشكل اليوناني. وفي نفس الوقت كده قدر اللي هو يكسب القوات بتاعته المصرية، وإن هو برضك ما يزعلش القوات اليونانية اللي كانت ليها قوة ضاربة في القوات المصرية. أحمس الثاني في أواخر حكمه كان في مشكلة، وكان في عاصفة جاية على مصر. العاصفة دي اللي هي القوات الإخمينية أو المملكة الإخمينية الفارسية، اللي هو الخطر اللي كان بيسيطر وكان مسيطر على العالم كله في الفترة دي، في العالم القديم في الفترة دي. القوات الفارسية. حصل مشكلة كبيرة جدا للملك أحمس في الفترة دي. في أواخر حكمه الملك قمبيز، الملك الفارسي، كان عنده مشكلة في عينه، وطلب من الملك أحمس الثاني إن هو يبعت له طبيب من عنده إن هو يعالجه. الملك أحمس الملك أحمس الثاني بعت له طبيب من عنده. طبعا الطبيب اللي راح ده راح مجبور، ما كانش عايز يروح. فلما راح الطبيب هناك،
فعشان ينتقم من الملك أحمس الثاني لعب في ودن قمبيز وقال له الملك أحمس الثاني عنده بنت جميلة جدا، اطلبها للجواز، اطلبه اللي هو يبعتها لك تتجوزها. فعلا ده حصل، وقمبيز طلب من أحمس الثاني ابعت لي بنتك للجواز. دي كانت طبعا مشكلة لأحمس الثاني. المملكة الفارسية في الفترة دي كانت فترة جامحة ليها، كان بأي دولة عايزة تسيطر عليها بتسيطر عليها، كان قوة غاشمة. الملك أحمس الثاني ما قدرش يرفض له الطلب، بس عمل حيلة. الملك اللي هو كان قبليه الملك إبرس كان عنده ابنة، وابنة جميلة وطويلة شكلها حلو جدا، فالمهم بعتها للملك قمبيز. والملك قمبيز أول ما استقبلها، بنت إبرس طبعا متضايقت من الموضوع اللي عملوا فيها أحمس، ووشت ليه وقالت له أنا مش بنت أحمس التاني، أنا ابنة إبريس، وهو بعتني ليك وضحك عليك. فطبعا قمبيز التاني ما عجبوش الكلام ده، واقسم ان هو هيعاقب احمس التاني. الملك قمبيز التاني بعت حملة ضخمة جدا من قواته. هو طبعا مش بسبب الموضوع ده ان قمبيز جاء عشان يحتل مصر، هو من الاول عايز يحتل مصر، بس ده كانت ايه فوق البيعة يعني. فبعت قواته. المهم قبل ما توصل الحملة كان الملك أحمس الثاني كان مات. الملك أحمس الثاني سلم ملكه لابنه وريث العرش الملك بسماتيك الثالث. حظه السيء جدا اللي هو جه في الفترة اللي هي جاي فيها قمبيز الثاني يحتل مصر. الراجل ده ما كملش في الحكم سنة على بعضها. قمبيز الثاني جه وقدر يخش مصر، ودخل دمر أي حاجة بيقابلها في وشه، ودمر القوات المصرية. وبسمتيك التالت إلى حد ما حاول يدافع، وكان في بعض القوات اللي كان بيرسلها قمبيز التاني في فرع النيل كان بيطلع وبيقتلهم. وفي سبب من الأسباب اللي هو في قوات اتبعتت لبسمتيك التالت من قوات قمبيز في فرع النيل للجنوب. قام كان هم عبارة عن مش قوات، كان عبارة عن ناس باعتين رسالة ورسل، فقام وقتل الرسل كلهم ودبحهم. فطبعا كان عقاب قمبيز الثاني لمصر وللمصريين والملك بسمتيك الأول الضعف أو الأضعاف. المهم اتمسك بسمتيك الأول في الأسر، وبنته اتخذت جارية، وأعز أصحابه اتهانوا قدامه. والملك بسمتيك الثالث كان المفروض هيتعدم، ولكن قمبيز الثاني عفى عنه. ولكن في فترة ان بسمتيك الثالث سوري حاول في فترة من الفترات اللي هو يقوم ثورات على الحكم الفارسي. وطبعا الموضوع دوت خلى القوات الفارسية والملك الفارسي في الفترة دي يقوم بإعدامه. وده نقدر نقول كان نهاية كده أي حاجة ليها علاقة بالأسرة الثالثة والعشرين. إن الأسرة السابعة والعشرين طبعا زي ما احنا قلنا اللي هي مؤسسة الملك قمبيز، اللي هو بقى نصب نفسه فرعون على مصر. ومن بعده الملوك اللي جم من بعده اللي تابعين ليه من الأسر الإخمينية الفارسية. الأسرة الإخمينية أو الفارسية في الفترة دي بعد سنين حصل مشاكل داخلية، وحصل حروب داخلية خارجية مع اليونانيين، وكان في مشاكل قوية جدا مع الممالك وتحارب مع الممالك الجانبية للمملكة الفارسية. ده خلى ان القوات الفارسية يبقى مفيش تركيز قوي جدا على مصر وعلى الممالك اللي كانت مسيطرة عليها. فده خلى ان يقوم ثورات كتيرة جدا، منها ثورة إيناروس المشهورة. وفي ثورات كتيرة قامت عليهم، هي ما قدرتش اللي هي تلغي وجود الاحتلال الفارسي، ولكن ساعدت في ان هي تهيج على طول الشعور الوطني للمصريين، ان احنا عايزين ناخد حقنا في ان احنا نحكم نفسنا من جديد، وما يبقاش علينا احتلال خارجي. لحد ما جاء الأمير تايوس اللي هو مؤسس الأسرة الثامنة والعشرين، وهو فرد واحد بس أو ملك واحد بس في الأسرة دي، أمير تايوس. وفي الفترة دي قدر المصريين تحت قيادة الأمير تايوس اللي هم يزيحوا الفارسيين عن الاحتلال اللي كان فوق المصريين، وكان خانقهم، وكان كله عبارة عن عنف وضرائب وكل شيء ما بتحبوش أي دولة. إن هو ناس بتحتلك عايزة تاخد خيراتك وثرواتك وتنهبك في كل حاجة. يعني الوضع ما كانش زي برضك، كان الوضع ما كان أيام
الحكم الكوشيين، لا ده كان وضع سيء جدا. المهم امير تايوس وقدر اللي هو يزحزح ال القوات الفارسيه عن مصر بثورات اللي قامها بيها المصريين وهو بقيادته. امير تايوس اللي هو الملك الوحيد، برضك حصل معركه بينه وبين نفرتيس الاول اللي هو مؤسس الاسره التاسعه والعشرين. ونفرتيس الاول قدر ان هو يقصي امير تايوس واللي هو يقتله في ساحه الحرب. ما نعرفش ايه المشاكل بالظبط او ايه الاسباب اللي ادت لكده. المهم ان الاسره ال 28 اللي كان عباره عن ملك واحد انتهت، ويجي بعد كده الاسره ال 29 مؤسسه نفرتيس الاول. نفرتيس الاول ومن بعده ابنه هاكور مسك الحكم. في نفرتيس الاول يعتبر هو افضل او اعظم الملوك اللي كانت موجوده في الاسره دي. جاء من بعده ابنه هاكور زي ما قلت. وهاكور حصل عليه ان استولى الحكم منه واحد اسمه باسوموسيس. وبعد كده هاكور قدر اللي هو يرجع حكمه مرة تانية. وبعد كده جاء نفرتيس التاني وهو آخر الملوك الأسرة التاسعة والعشرين. مفيش كلام كتير نقدر نقوله على الأسرة دي. بعد كده هنخش في الأسرة التلاتين. الأسرة نعتبرها إن هي آخر الأسر القوية والأسر العظيمة في الإمبراطورية أو في الحضارة المصرية القديمة وفي العصر المتأخر. وهي آخر أسرة مصرية في العموم حكمت مصر في الحضارة المصرية القديمة. نفرتيس الثالث، نفرتيس الثاني كان في آخر حكمه موجود قائد عسكري اسمه نختنبو الأول. الملك نختنبو الأول اللي هو كان قائد عسكري من سمنود، وهو بيتقال ان هو ليه علاقة بنفرتيس الاول اللي هو كان اول حكام او ملوك الاسرة التاسعة والعشرين. المهم نفرتيس الاول قدر هو يقصي ويبعد عن السلطة نفرتيس الثاني. نختنبه الاول قدر يبعد نفرتيس الثاني عن الحكم وهو اللي سيطر واسس الاسرة الثلاثين. نختنبه الاول كان باني عظيم جدا، هو اللي بنى طريق الكباش اللي ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وبنى الصرح الأخير في معبد الكرنك. راجل كان باني عظيم جدا. في نفس الفترة دي كلها ما الفرس ما استسلموش ان هم خلاص احنا كده بعدنا عن حكم مصر فخلاص، لا هم اعتبروا ان مصر دولة او ولاية. آه، مش خلاص واحدة دولة اخذت حكمها وسيطرتها واستقلالها الذاتي، لا هم اعتبروها مقاطعة. اعتبروا مصر مقاطعة متمردة وبيحاولوا بقدر الإمكان هم عايز يرجعوها تاني. وقامت فعلا حملات كتيرة في عهد نختنوب الأول، والحمد لله في الفترة دي بالنسبة لهم قدر يسيطر. احنا لسه طالعين من الاحتلال ولسه طالعين للاستقلال من الاحتلال الفارسي. قدر اللي هو في كل حملة من الحملات اللي هم يدفعوا القوات الفارسية ويمنعوها من احتلال مصر مرة تانية. هيجي بعد نختنوب الأول جاء ابنه الملك تيوس حكم مصر لفترة مش طويلة، لأن حصل عليه انقلاب. الفترة دي كان فيها انقلابات كتيرة يعني. حصل عليه انقلاب من أخوه، مش أخوه هو اللي ماسك الحكم، لا أخوه جاب ابنه الملك نختنبو الثاني يمسك الحكم. في الفترة دي تيوس كان في معركة من المعارك في الشام بتوسيع مصر والكلام ده كله. وتيوس دوت ما قدرش اللي هو يرجع تاني، خلاص حصل الانقلاب عليه. راح عاش في مقاطعة من مقاطعات الدولة الإخمينية الفارسية ومات هناك. بالنسبة لنختنبو التاني كان راجل وملك عظيم زي نختنبو الأول، وقدر اللي هو يحمي مصر كتير من هجمات الفرس. وعلى قد ما قدر وعاش 18 سنة وفي الحكم. لكن جه في الآخر خلاص يعني الفرس يعني بقى موضوع ملح جدا، احنا عايزين نرجع نحتل مصر من جديد، وده قد كان. والفرس قدروا اللي هم يجوا يحتلوا مصر مرة تانية ولفترة جديدة. وقدر أردشر الثالث الفارسي إن هو يرجع مصر تاني تحت الحكم الفارسي. نقدر نقول إن نختنبو الثاني هو آخر الحكام المصريين للدولة المصرية من جنوبها لشمالها بكل
متر وكل سنتي على أرض مصر. نختنبو التاني ده كان آخر حكام المصريين الفعليين المصريين ومن الأصول المصرية. من بعد كده هنقدر نقول إن في أسرة 31 تاني، اللي هي الفاصلة ما بين الحكم المصري والحكم الإسكندر الأكبر. أسرة 31 اللي هي أسرة فارسية برضو، ما كانش فيها أي حكام غير حاكم واحد بس، اللي هو نقدر نقول إن هو حاول إن هو يعمل ثورة على الفارسيين، اسمه خباش، من أصول ليبية مصرية نوبية، ما نعرفش بالظبط، لكن هو مصري. مصري أصوله إيه ما نعرفش. حاول في الفترة دي اللي هو يعمل ثورة على الفرس، وحاول اللي هو يستقل فترة من الزمن بأرض إن هو يبقى ملك عليها، ولكن الموضوع ما طولش كتير، وقدر الفرس اللي هم يكبحوا ثورته، وترجع تاني مصر كلها كاملة تحت الحكم الفارسي. الأسرة دي فضلت لفترة بسيطة جدا، تقريبا 12 سنة، لحد ما جه الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني، وقضى على الحكم الفارسي في مصر، وانتهت الأسرات المصرية تماما. ونبتدي بعد كده مصر بقت تحت الفراعنة البطلميين، أو الحضارة البطلمية اليونانية، العصر اليوناني. وده كده كان تجميعتنا إلى حد ما بشكل ميسر وشكل بسيط لتاريخ الحضارة المصرية القديمة. طبعا احنا ما بنقدرش ان احنا نسرد كل تاريخ الحضارة المصرية القديمة في فيديو واحد، ولا في ساعة، ولا في ساعتين، ولا في ثلاثة. الموضوع معقد جدا، الموضوع فيه كلام كتير جدا، الموضوع فيه معلومات ضخمة وكبيرة وطويلة جدا. بس احنا قدرنا بقدر الامكان ان احنا نجمع المعلومات اللي هي في الصميم، والمعلومات اللي هي تفيدك، والمعلومات اللي هي تدي لك ايه، يعني معلومات عن التاريخ المصري القديم من بداية العصر ما قبل الأسرات، من الأسرة صفر إلى آخر حاجة خالص، دخول الفرس للمرة التانية لمصر، ومن بعدها دخول الإسكندر. يا رب أكون إن أنا قدرت أديكم معلومات كويسة عن تاريخ حضارتنا القديم العظيم، وأتمنى إن تديني يعني إعجاب على الفيديو، واستنى إن شاء الله استنوني في فيديوهات تانية وحاجات ليها علاقة برضك بالتاريخ المصري القديم. السلام عليكم. بسم الله